زي ما كان الحزب الوطني ولجنة السياسات كانت عايزة تأمم الإعلام لحسابها. كل من يحكم هذا البلد يعرف أن القوة الأساسية في هذا البلد هي للإعلام. إن ما كنتش معاها تبقى ضده، وعليك إن أنت تحتسب عند ربنا عمليات التشويه التي تتم، وخاصة من ناس عقلاء حكماء أو هكذا كنا نظنهم، أو بعض المهرجين الذين دخلوا مهنة الإعلام علشان السبوبة قرش أو قرشين ياخدوه، يطلعوا يسخروا من الناس أو يطلعوا يسخروا من البرامج ومن الزملاء. ولكن هؤلاء اللي هم عاملين زي تجار الجثث اللي بيتعايشوا على السخرية من الناس، هؤلاء في مرتبة أقل في نفايات الزبالة، في أقل من الزبالة. ليه؟ لأنهم عاملين زي تجار الجثث، طالعين بيتعايشوا على الإعلام، وهم على فكرة عددهم قليل قوي قوي، لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة.